على فكرة الغلط مش عيب. مش عيب أبدا إن البني آدم يغلط، وطبيعي إن البني آدم يغلط. والبني آدم الكبير واللي عقله كبير هو اللي لما يغلط يعترف بغلطه ويصلحه. العيب، كل العيب هو اللي هقول لكم عليه دلوقتي. احنا بشر ومن طبيعتنا دايما ان كل ابن ادم خطاء، لازم نغلط. بس العيب، كل العيب هو ان انت تكابر في الغلط، تعرف الغلط وكل الناس تقول لك انك غلط وتقتنع انك غلط وتكابر وتتمادى لمجرد انك شايف انه عيب انك تطلع غلطان. الكبر والغرور اكتر حاجة هتلبسك في الحيط. والاسوأ من مكابرة في الغلط والاستمرار عليه وانت عارف انك غلطان هو تبرير الغلط. ان انت كمان تحاول تبرر الغلط وتحاول تقنعني ان عادي ان انا اعمل كده، وان انت اللي غلط انك بتعيب عليا. فلو سمحتوا علموا ولادكم كده، ويا ريت اللي يشوف حد غلطان ينصحه. انصر اخاك ظالما او مظلوما. مظلوم ظالم مظلوما ماشي، تنصره ظالم يعني ايه؟ يعني تمنعه من ظلم نفسه. اما تلاقيه غلطان قول له انك غلطان. ولا هو عيب ولا هو حرام انك تعترف بغلطك وتصلحه طالما انت نيتك خير. المكابرة والغرور وتبرير الغلط والتمادي فيه ده اكبر غلط ممكن اي بني ادم يعمله ويخلي شكله لا مؤاخذة زي الاندروير. صباح السعادة.